عندي حبوب يا دكتور مضايقاني جدا. في كذا نوع من انواع الحبوب وكل نوع له طريقه في علاجه. في حبوب الشباب، في بايوجينيك انفكشنز، نوعيه معينه من حبوب الشباب اللي بتبقى معبيه صديد، ودي بتيجي في نوع معين من انواع البشره، اللي هي البشره الدهنيه جدا، ولازم يكون البشره دي عندها استعداد لانتاج هذه النوع من الحبوب. ممكن ناخد لها اقراص لو الحاله مستدعيه، ولو كان في هيستوري او في تاريخ في العيله دي ان الحبايه لما بتروح بتسيب مكانها آثار. غير كده الأقراص لا، ممنوعة، لأنها ممكن تضر أجهزة تانية في الجسم. في نوع تاني من أنواع الحبوب بيكون العكس تماما، بتكون حباية طالعة نتيجة الجفاف بتاع البشرة. يعني نشرب لها مية كويس، ناخد لها علاج، حتى لو هنحط لها شوية مرطبات للبشرة هتلاقيها ساعتها اختفت. في حبوب تانية بتطلع نتيجة التينيا، عدوى فطرية جت من الشمس، جت من المية الكتير، جت من العرق. وعشان أوصل للعلاج الصح واوصل لاحسن نتيجه لازم يكون التشخيص من الاول لنوع الحبايه اللي في وشي هو تشخيص سليم ومظبوط.